ولك يا ملطوم وين صرت؟ صار لك ساعة وانت داخل الحمام، شنو ماكل؟ ولك اطلع فشلتنا. هسه من يجون الوادم ايش راح يقولون؟ ادري بيك راح تخرب الحمام. حمام ايش قد حلو نظيف، راح تلعب بيه لعب. ولك اطلع قبل لا يجون والنوب ايش راح اكلهم؟ اكيد راح يخلونا النهار كله ننظف، وانت مكانك شو نظفه؟ رادلنا هوز مالت اطفاء يلا ننظفه. ولك احنا ايش تسمعني؟ تسمعني احنا ايش احكي؟ ايش صار بيك؟ لا والله هذا بس لا طاح بالبلوعة. شلون اخابر علي الدفاع المدني يطلعونه؟ والله حيرة ايش راح اسوي؟ هو حتى هذا الباب ما اعرفه فتحه، هذا الباب مو مثل بيباننا، اشكال والوان بيه. حجية خير شكو؟ هسه اللاصة ايش راح نقول له؟ حجية خو ماكو شي. لا عمي ماكو شي. اذا تنتظرين احد روح انتظريه بالاستعلامات، لين وقفتك هنا خطرة جدا حجية. خطرة ليش؟ وانا واقفة بحق الالغام؟ اش هو حمام وكل الوادم تدخل بيه. حمام شنو حجية؟ هذا الباب مو باب حمام؟ لا حجية، هذا باب اخطر جهاز موجود بالبلد، استوردناه من جديد وعندنا اختبارات بيه. اختبارات شنو؟ ما فهمتك. حجية ما راح تفهمين، هذا موضوع خاص بالاطباء. هنا نختبر الجينات الوراثية. جينات وراثية شنو؟ من هذا الجهاز نعرف الانسان منين جاي. والله راح تقلبوها بينا. الانسان خلقة الله بعد شنو؟ ومخلوق من الطين بعد يحتاج لجهاز؟ حجية ايش قد ما احكي وياك ما راح تفتهمين، واني وراي شغل. روح للاستعلامات وانتظري جماعتك. ما عندي غير حنيش دخل هنا وما طلع. شو تقولين حجية؟ اكو واحد دخل هنا. ايه ابن حنيش دخل للحمام وما طلع. الله يستر حجية الله يستر، مو قلت لك هذا مو حمام، هذا مختبر، يعني اللي يدخل هنا ما ادري شلون راح يطلع. افتح الباب وطلعه، قابل هي مشكلة. زين حجية وصبري وراح اطلعه والله يستر. عسل عزاك حنيش، هاي ايش كبرك صرت؟ ولك ايش قدك؟ هو هذا ابنك حجية؟ ايه هذا ابن حنيش. ايش صار بيه؟ صار زعطوط كلش. اخذيه حجية اخذيه، كلها كم سنة ويرجع الطولة من جديد.